بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في حال وجود أي فيديو تم التقاطه لكم بعلمكم أو بدون علمكم ونشره على اليوتيوب ببساطة في إجراء، لكنه إجراء شبه قانوني ممكن تنفيذه لإزالة كل مقطع بمس هاي الخصوصية وبانتهاكها. بذكر بأنه بس الأشخاص المعنيين بهذا الموضوع هم اللي يقوموا بهذا الإجراء، لأنه ممكن تترتب عليه يعني تبعات قضائية وقانونية في حال عدم مصداقية الدعوة. ببساطة بضغط أسفل المقطع عن الإبلاغ عنه كمحتوى غير لائق، وهون بطلب مني تحديد السبب. بنزل على ينتهك حقوقي واختار هون انتهاك الخصوصية. هلا مباشرة راح يعطيني رابط مركز الخصوصية، بضغط عليه. هون راح يعطيني إرشادات للخصوصية، بنزل أسفلها وبضغط على عملية تقديم شكوى حول الخصوصية. حيعطيني إرشادات تذكيرية، ويكون هون في رابط بيفتح بعد وقت معين. بضغط عليه بالموافقة. بعطيني الخطوة الثانية اني اتصل بالشخص القائم على القناة. عادة هاي الناس ما بتستجيب، لانه كان في حالات حاولنا نتراسل مع هاي الناس، للأسف الشديد منهم اللي بيرفع وخلص بيغيب عن القناة، ومنهم اللي ما بتجاوب اطلاقا. فبنختار خيار لا افضل مراسلة القائم. الخطوة الثالثة بيكون برضو خطوات تذكيرية فينا نتجاهلها جميعها. بنضغط على الخيار الأول، وبالخطوة الرابعة نتجاهل المكتوب، وبنضغط على انتهاك الخصوصية بالخيار الثاني. هلا بالخطوة الخامسة بذكروكوا انه في حال عدم مصداقية هاي الشكوى ممكن انكم تفقدوا حساب اليوتيوب. وبنضغط على الخيار الأول. في الخطوة السادسة في سؤال من شقين. الأول، إذا كانت المعلومات اللي بيتم نشرها على اليوتيوب هي بتشمل صورتك وصوتك واسمك الكامل، أو مجرد بيانات شخصية عنك. طبعا احنا بنحكي عن الخيار الأول، وبنضغط التالي. هون ببساطة بنكتب الاسم الأول الحقيقي لإلنا، والرجاء عدم التردد، لأن هذا الإجراء بس بيكون بينكم وبين شركة جوجل. بنكتب الاسم الأخير اللي هو اسم العائلة، نختار الدولة، عنوان البريد الإلكتروني. هلا هون المطلوب منا انه نكتب اسم صاحب القناة، ما بلزم نكتب كل هذا الرابط. ببساطة بنروح للقناة اللي عم تنشر مقاطع خاصة فينا، وبناخد بس اسم المشترك. يعني هون بلزمنا بس عصام بهي الحالة، بس هذا هو. وهون بنرفق الروابط اللي فيها الفيديوهات اللي عم تنتهك خصوصيتنا، وطريقها هي كالتالي. أعلى المتصفح بالصفحة اللي بيعرض فيها الفيديو بيكون هذا الرابط. ببساطة بنعمل له نسخ، بنعمل له لصق. في حال كان في أكثر من فيديو، ببساطة بنعطي سبيس مسافة وبنحط الرابط الثاني. لو كان 100 فيديو فينا نحط نفس الطريقة. هلا هون بنحدد ايش هي البيانات اللي بيتم انتهاكها عبر مقطع الفيديو. مثلا الصورة، في حال وجود الاسم، في حال انه بيتم بث الصوت. وهون نختار انه بيتم استخدام صورتنا او صوتنا داخل مقطع الفيديو.
هلا هون بيسألني بالضبط وين بتظهر صورتي عبر المقطع. زي ما احنا شايفين هون المفروض ندخل بالدقيقة والثانية، يعني فلو كانت صورتي بتظهر في الدقيقة 5 والثانية 16 بنحط بالطريقة هاي. هلا هون بيسألني إذا تم نسخ المحتوى من قناتي أو مقطع الفيديو الخاص فيا، ببساطة بحط له لا. هلا هذا السؤال بنحط عليه لا، وهذا السؤال جهله في حال ما كانش الموضوع بيتحدث عن طفل. هلا هون بيطلب منا إضافة معلومات إضافية، يعني مثلا لو كتبنا إنه هذا المقطع لو استمر بثه عبر اليوتيوب بيشكل خطر على حياتي، فينا نكتبه بالعربي وبالإنجليزي، لكن أفضل ينكتب بالإنجليزي. يعني المعلومات اللي ممكن إنها تفيد في تصديق، يعني المعلومات اللي ممكن تفيد بجدية ومصداقية الشكوى. الخيارين الأخيرين بس بضغط بالموافقة وبضغط على إنشاء تقرير. عادة ما بتاخد معالجة الشكوى من ساعة ل 48 ساعة. نادر جدا ما يتم تجاهل أي شكوى، لكن بذكر وللأهمية عدم الاستمراء في استخدام هاي الخاصية إلا إذا كان حقيقي في ناس عم تنشر مقاطع خاصة فينا بغض النظر كيف التقطت لغاية الابتزاز. وبذكر بأن هاي الخاصية بفضل الله تعالى جدا فعالة، ويتم بإذن الله حذف المقطع بشكل نهائي، وفي أحيان معينة بيتم إغلاق القناة للشخص اللي قام برفع هاي المقاطع وانتهك فيها خصوصيتنا. في حال وجود أي أسئلة أو استفسارات تركها في التعليقات أو مراسلتي مباشرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.